بالإضافة إلى أن هذه الصالات توفر خدمة طبية متطورة على مدار 24 ساعة. وأشار مدير عام صحة ديالى الدكتور علي حسين التميمي إلى أن الدائرة بصدد بناء 3 صالات عمليات في خانقين ومثلها في الخالص ضمن ميزانية الدائرة، مضيفا أن دائرة صحة ديالى ستوجه دعوة لمستشفيات هندية لتزويد المؤسسات الصحية ب4 أطباء تخدير و30 ممرضة هندية. الحقيقة في هذا اليوم تم تسليم دائرتنا بمشروع تنفيذ وتطوير صالات العمليات في مستشفى بعقوبة التعليمي. كان هنالك وفد زائرنا من دائرة المشاريع في وزارة الصحة، وكذلك الشركة العامة للأدوية وكيماديا برفقة الشركتين المنفذتين الألمانيتين التي سوف تقوم بإنشاء هذه الصالات في محافظة ديالى مستشفى بعقوبة. طبعا المشروع متطور جدا، الهدف من عنده بناء 4 صالات عمليات. المنشأ ألماني طبعا، نموذج البناء كله ستينلس ستيل، ومأخوذ بحسابات أنه كل صالة تكون مجهزة، يعني يعتبر هو مشروع متكامل من ناحية توفير الأكسجين، ومن ناحية الكهرباء، ومن ناحية تقليل التلوث، ومن ناحية حسابات الظروف البيئية. في الهدف من هذا المشروع هو طبعا تقليل قائمة الانتظار في العمليات الجراحية. يعني في بعض الفروع التخصصية هنالك قائمة الانتظار شوية طالت عندنا. من خلال هذا المشروع إن شاء الله راح تكون هنالك خدمة طبية مستمرة على مدار 24 ساعة، وأيضا إن شاء الله راح يتم تكون المريض له خدمة مستمرة وسريعة تلبية الطلب مالته. الحقيقة هي كخطوة أولى لعام 2012 أنه تم الاختيار الموقع في مستشفى بعقوبة التعليمي، وفي عام 2013 إن شاء الله هنالك مثل ما أخبرتنا كيماديا أن هنالك خطة لتنفيذ المشروع، تكملة للمشروع إن شاء الله اختاريناها في مستشفى البتول. ومن خلال عملنا هنالك أيضا تقدير احتياج لبناء صالات عمليات جديدة، 3 في خانقين و3 صالات في الخالص. هذه راح ننفذها من ميزانية دائرتنا لهذا العام إن شاء الله. أنه اليوم احنا أخذنا كتاب إلى السيد المحافظ بكتاب دعوة دعوة مستشفيات هندية لتزويدنا بأطباء تخدير عدد 34 ممرضة. يتم التعاقد من خلال دائرتنا، والمبالغ تكون مصروفة من قبل مجلس محافظة ديالى أسوة بالعقد الذي قامت به دائرة صحة الأنبار من خلال التعاون مع الدكتور خضير مدير عام دائرة الأنبار. تم أخذ نسخة من العقد ووضعنا آلية مشابهة إن شاء الله، واليوم راح نطرحها على السيد المحافظ من أجل تنفيذه خلال هذه الأيام القليلة. إذا ما تم إكمال هاي المشروعين إن شاء الله نعتبر أنه الخدمة الطبية راح نلاحظ بها نوعية، وراح نلاحظ بها تقدم كبير جدا إن شاء الله. نتمنى أنه نخفف عن المواطن وعن احتياجاته. نقدم شكرنا الجزيل لوزارة الصحة العراقية ولدائرة صحة ديالى على إتاحة هذه الفرصة لنا شركة HT وترامف الألمانيتين على إنجاز مشروع صالات العمليات في العراق. إن شاء الله هذا المشروع راح يكون واحد من المشاريع الكبيرة في محافظة ديالى، كونه تكون الصالات من أحدث ما موجود حاليا في العالم من حيث الإنشاء ومن حيث الخدمة اللي تقدمها هذه الصالات. وراح نكون قريبا إن شاء الله فخورين بأنه عندنا في محافظة ديالى موجودة صالات عمليات تنافس ما هو موجود أو قد تفوق ما هو موجود في المنطقة وحتى في عواصم الأوروبية. حقيقة يعني هذا أقوله من حقيقة أنه كان هناك وفد من وزارة الصحة وأيضا من دائرة صحة ديالى زار المعارض اللي شاركت بها شركة HT الألمانية، وأيضا زار المراكز اللي أنشأتها شركة HT الألمانية في مدينتين ميونخ ونورنبرغ الألمانيتين.
وعلى هذا الأساس تم الاتفاق والتعاقد مع وزارة الصحة العراقية على إنجاز صالات عمليات وفق أحدث ما هو موجود في العالم. الآن إن شاء الله تشوفون من عندنا كلام، إن شاء الله بعد سنة راح يكون واقع موجود، وراح يكون شيء إن شاء الله نفخر به إحنا كشركة HT الألمانية، وأيضا كمحافظة إن شاء الله تستفاد من عنده كخدمات صحية للمواطن.